السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في مطبخ الحادقات. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم غدا خفيف ظريف اقتصادي. غنقلي معكم السردين بلا زيت، وكيف ما كتشوفوا كيجي محمر ومقرمش ولذيذ، واللي مهم انه صحي 100% لانه بدون قلي. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا كيلو ديال السردين اللي جبته، نقيته، حيت ليه الشوك اللي كيكون فيه في الجناب، غسلته ودرته في واحد الشبكه على هذا الشكل، خليته حتى كيتسقطر. خديت واحد 6 الفصوص ديال الثومه محكوكين بالحكاكه رقيقه، والقزبر والمعدنوس مقطعين على هذا الشكل. درت واحد المعلقه ديال الكمون، وواحد 4 معالق ديال البزار. ما تصوروش عندي، كنت كيسحب لي التليفون كيصور. كنزيد عليهم معلقه ديال السكينجبير، وواحد المعلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال التحميره. الا عندكم القزبر يابس هو ديروا منه واحد المعلقه صغيره. 4 معالق ديال السودانيه ولا الهريسه اللي عندكم. الناس اللي ما كيبغوش الحار ما يديروش السودانيه. ودرت واحد المعلقه ديال الزعتر مطحون، والقياس ديال الملح، تقريبا واحد 5 المعالق ديال الزيت البلديه، معالق يكونوا كبار. وضروري من هاد العصير ديال نصف حامضه، لان السرديل كيبغي الحامض. وهو صراحه الحوت كله بصفه عامه كيبغي الحامض. الزعتر حتى هو راه كيعطي واحد المذاق زوين ليه. صافي كنخلطوا هاد الشرموله بواحد المعلقه على هاد الشكل. كناخذوا السردين وكنبداو كنعمروا فيه بهاد الطريقه هادي. من الاحسن السردين يكون صغير على هاد القياس هذا، لانه كيجي مقرمش ملي كتبغيو تقليوه، وكيجي صراحه لذيذ، ما كيكونش فيه الشوك. بهاد الطريقه هادي راه ما كنظنش كاينه شي مغربيه ما كتعرفش تصاوب هاد السردين اللي كيكون وحده فوق وحده، راه جميع المغربيات كيعرفوا يصاوبوه. عندي هنايا الشابلور، كنضيف عليه واحد شويه ديال الملح. الا ما عندكمش نتوما كديروا غير دقيق ديال الفينو. صافي وكتبداو كدوزو في السرديل بهذا الشكل هذا، في هذا الشابلور هذا. انا صراحه هذا الشابلور ما عمرني ما شريته، دائما كنصوبو غير في الدار. كيبقى الخبز غير كيقصاح كنلوحوه. ما انا صراحه ما كنلوحوش، كندخلو الفران حتى كيقصاح مزيان، وكنحكو بواحد الحكاكه رقيقه، ولا كنطحنو في الطحانه الكهربائيه، وكنحتفظ به في واحد القريعه على جنب. الوقت اللي كنبغي نقلي كنستعملو، يعني ما كنضيعوش. هنايا خديت هاد القلايه الكهربائيه، درتها سخنات تقريبا واحد 2 ديال الدقائق. صافي وكناخذ واحد الورق ديال الزبده، قطعته على القياس ديال القطر ديال هاد الشبكه هادي. كيف ما كتشوفوا الناس اللي عندهم هاد القلايه هادي، هاد الورق هذا حاولوا تقطعوا غير على القياس، الا بقى طالع الفوق راه كيتحرق لكم. انا غندير واحد القطيره، كيف ما كتشوفوا قطيره ديال الزيت البلديه، غندهن بها هاد الورق هذا غير باش ما يلصقش عندي السردين. ماشي ضروريه، الا ما بغيتوش ديروها راه ما ديروهاش. انا صراحه ماشي دائما كندهنو، غير اليوم بغيت ندهن هذا الورق وصافي، باش يجي السردين كما قلت لكم ما يكونش لاصق ويجي منسم بزيت العود. صافي كنبدا كنستف السردين على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم هاد الشابلور هادي راه مهم ما تكون عندكم في الدار، خصوصا دابا مع هاد الغلاء اللي ولا، ويعني نحاولوا حتى حاجه ما نضيعوها. صافي وكناخذوا هاد الشبكه هادي كنديروها يعني كنديروا السردين كيتقلى. انا درت البروغرام ديالو على 200 ديال درجه الحراره، 200 وربع ساعه، 15 دقيقه، لان مازال غنقلبوا. لان هاد القلايه هادي كتحمر غير من الفوق. ضروري اي حاجه درتو فيها تقلبوها على الوجه الاخر باش يتحمر حتى هو. كنخلي السردين حتى كيتقلى، وكندوزو باش كنحضروا شلاضه مغربيه على حقها وطريقتها هي اللي معروفه عند المغاربه. عندي هنايا مطيشه اللي غسلتها، حيت لها القشره ديالها وحيت لها الزريعه، وكنبدا نقطع فيها طريفات صغار على هذا الشكل. خديت واحد البصيله صغيره وقطعتها حتى هي رقيقه على هذا الشكل فوق مطيشه. هاد الشلاضه هذه صراحه راه بسيطه، ولكن راه كتجي لذيذه بزاف. خديت هنايا الفلفله، غسلتها وشويتها ودرتها في هذا البلاستيك هذا على هذا الشكل، باش الوقت اللي كنبغي نحيد لها القشره ديالها كيف ما كتشوفوا دغيا كتحيد. لانني ما كنغسلها غير المره الاولى، من بعد كنشويها
وكنديرها في البلاستيك باش كيبقى فيها داك المذاق ديال الشوى اللي شويناها. كنقطعها بشكل طولي على هذا الشكل، وكنقطعها مربعات صغار. كنزيدها على مطيشه وعلى البصله. صافي كندير هنايا واحد المعلقه ديال الكمون، ضروري شلاضه كتبغي الكمون بالزيت، وواحد شويه غير شويه ديال البزار كيجيبها لذيذه حتى هو. كندير تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت البلديه، وواحد شويه ديال الخل، ولا واحد القطيرات ديال العصير ديال الحامض. صافي هاد الشلاضه هادي كنصوبها على هاد الشكل وما كنخلطهاش. كنزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس كيجيبها لذيذه، وكندير شويه ديال الملحه. وكيف ما قلت لكم غنحتفظ بها في الثلاجه، ما غنخلطهاش باش الوقت اللي كنبغي نحطها كتكون ناشفه، ما كتجيش مميها. هنايا عندي في هذا المقله خديت اللوبيا، غسلتها ونقيتها وغسلتها وسلقتها مع شويه ديال الملح. ما كتسلقوهاش بزاف، كتبقى واحد شويه كتحسوا بها كتطرطق لكم في سنانكم باش كتحتفظوا من القيمه الغذائيه ديالها. زدت عليها 2 ريوس ديال الثومه محكوكين، واحد شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وواحد تقريبا حتى هي 2 المعالق كبار ديال الزيت البلديه ولا 3. وكندير غير شويه ديال الملح، لانني كيف ما قلت لكم انا راه سلقتها بالملح. الا ما بغيتوش ديروا الزيت البلديه ممكن ديروا واحد المعلقه ديال الزبده صغيره اللي بغيتو. نحاولوا كيف ما قلت لكم نستافدوا من هاد الخضره هذه على هذا الشكل هذا. كندير واحد العصيره ديال الحامض باش كتجي محمضه وكتجي لذيذه. كندير القزبر والمعدنوس صافي، وكنشحرها فوق البوطه تقريبا غير واحد 5 دقائق على ما كتنسم لينا برويسات تاع الثومه اللي حكيت فيها وهذا الربيع. صافي كنسوطيوها غير كيف ما قلت لكم ما نفوتوش ليها 5 دقائق لان طيبه. هنايا من بعد ما دازت عندي تقريبا واحد 8 دقائق، هانتوما شفتوا الوجه ديال السرديل ها هو راه تحمر، كيجي محمر، ولكن ضروري اننا نقلبوه على الجهه الاخرى باش كيجي محمر حتى هو، لان هاد القلايه راه كتحمر غير من الوجه. ضروري اي حاجه درتوها فيها كتقلبوها فيها تنجال ولا. وصراحه هاد القلايه هذه ما نقولش لكم راه نفعتني بزاف ومهمه واقتصاديه وصحيه. يعني عندها بزاف الاستعمالات صراحه، ما ندمتش عليها انني خديتها. انتم شفتوا ملي قلبت السردين على الوجه الاخر ها هو راه تحمر. وما نقولش لكم راه واحد القرمشه فيه، لان كيف ما قلت لكم راه السردين صغير ما كبيرش، كيجي مقرمش وصحي بلا حتى شي نقطه ديال الزيت، خصوصا مع هذا الغلاء دابا اللي ولا. صراحه راه كلشي غلا، الزيت يعني كاع المواد الغذائيه غلات. نحاولوا نقتصدوا شويه، واللي مهم انها صحي. من غير اننا نقتصدوا على الزيت راه كناكلوا شي حاجه اللي صحيه، خصوصا الناس اللي عندهم الكوليسترول ولا الناس اللي عندهم المشاكل في الجهاز الهضمي. هانتوما سمعوا واحد القرمشه نقولش لكم. صافي هنايا غنقدم الغديوه ديالي. كيف ما قلت لكم راه حتى كنبغي نحط شلاضه عاد كنخلطها باش ما كتطلقش الماء وكتجي ناشفه. وهاد القلايه هذه راه عندها بزاف الاستعمالات. راه صراحه كنقلي فيها الفخاد ديال الدجاج، ستيك، القطبان ديال لاداند، كنسخن فيها الماكله، كنسخن فيها الخبز، كرواسه، الدنجال، الفلفله. صراحه زوينه بزاف ما ندمتش عليها. عاد زيدوا الفريت حتى هو راه ما نقولش لكم كيجي مقرمش وبالصحه والراحه.